ما هو انت لو ما شفتش المتعه دي فتعالى اوريك المباراه دي حصل فيها ايه. مباريات الفرق الانجليزيه مع بعضها يعتبر نهائيات ومتعه مش هتشوفها في اي دوري تاني. لايك وصلي على حبيبك وتعالى نشوف ايه اللي حصل. كولاروف يحط اول تسديده من كره ثابته في ايد الحارس، بعدها لخبطه في دفاعات السيتي وتمر بسلام، بس التانيه ما تمرش بسلام وتمر في شباك السيتي. جزاء السيتي، كره عرضيه، كره المباراة بصوت فهد العتيبي في قمة الجمال، وهدف من توتنهام في شباك السيتي، وهنا ضربة جزاء واضحة للسيتي والحكم ما يحسبش حاجة. بص الصواريخ عاملة ازاي، كرة حرفيا لو كانت جت في ايد الحارس هارت كانت فرتكت جسمه، كرة شومة كويس انها خرجت بره. جاريث بيل بضربة رأسه جنب القائم. كولاروف عامل مباراة اسطورية وكرة تانية جنب القائم. السيتي اخطر وكرة من سيلفا لتفيز ويضيع انفراد قدام الجول. زباليتا يحط كرة تانية والسيتي تستاهل هدف. السيتي وقتها كان مرعب. يايا توريه يحط كرة ثرو باص ولا اروع، ولكن اجويرو يقع وما يستغلهاش. يايا توريه بيعذب الحارس وكرة صاروخية ولكن تيجي في الشبكة الخارجية. وتعالى بص وشوف الروان اللي اجويرو بيعمله. خطيرة لأجويرو، يمر يلعبها جول رايق من الكون اجويرو، وانا كنت فاكر هيشوطها ويقطع الشبكه، ولكن بيلمها وبيحطها على الرايق ويسجل جول التعادل للسيتي وحلوه المباراه. جاريث بيل يرد ويحط صاروخ ولكن بعيد عن المرمى، يرد عليه الاباتشي تيفيز بكوره ولكن برضه بعيد عن القائم. المباراه ولعت وجاريث بيل يرد عليه وهارت يشيل. يجيكو يحط كوره بالراس كانت قريبه ولكن تخرج بره. كوره جديده للسيتي وفي الشبكه الخارجيه، واعتقد مفيش متعه اكتر من كده. سيلفا على طريقه اجويرو في الهدف الاول بيحط كوره بمنتهى الروقان وبتخرج بره. اجويرو كان هيحط التاني والحارس يشيل وينقذ، وهدف مؤقت ضايع لحد ما اخيرا سيلفا بيعمل كرة ثرو باص ولا اروع لجيكو. الحل عند سيلفا لجيكو مرة أخرى وكرة جيكو بيسجل هدف اسطوري بعد كرة ثرو باص لوب من سيلفا، وتسجل السيتي الهدف الثاني والمباراة في قمة الجمال وفهد العتيبي مولعها، وبتخلص بعدها المباراة الاسطورية. لو عاوز ملخصات من دي كتير يبقى فجر زر اللايك واستنى اللي جاي وحش.